السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. بسلم على كل متابعينا اللي متابعينا جوه مصر وبره مصر، ربنا يخليكم لينا وأدامكم الله نعمة في حياتنا يا رب. رايحة فين يا شيري؟ رايحة دلوقتي على البيت عشان ايه؟ أروح أعمل لهم صينية كيكة. وعايزة أقول لكم أكثر من جميله، لا يعني كلمه جميله دي شويه. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. يلا هتشوف قناتنا وتحط لنا لايك وتشترك في القناه كده وتفعل الجرس وتقول لي شيرين تسلم ايديكي، او احنا انبسطنا معاكي في الفيديو النهارده. انا كان نفسي تسمعوا بصراحه الكلام اللي انا قلته وتسمعوا المقدمه بتاعه الفيديو. بس اسفه جدا، كانت نور واقفه جنبي بالتليفون مشغله اغاني وكده، ما عرفتش وكده ان انا يعني عشان حقوق الطبع والنشر يا جماعه، عشان حقوق الطبع والنشر. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا واخداكم معايا اهو في المطبخ عند ماما. بس انا يعني هاجر اختي بتقول لي يا شيرين كل ما بنعوز حاجه بنستنى لما انت تيجي، او بسمع عشان ايه تعمليه، علميني انا اعمل يعني انا اعمل بعد كده زي ما انا عايزه. قلت لها ماشي يا هاجر، تعالي هنجيب 3 بيضه، وهجيب واحد محسن كيك، وهنجيب 2 باكت فانيليا، وهنجيب مج سكر، وهنجيب مج لبن قد السكر، وهنجيب 3/4 المج ده سمنه. 3/4 المج ده سمنه. خدوا بالكم يا جماعه، انا لاحظت ان الكيكه اللي بتتعمل بالسمنه ليها طعم وليها ريحه ولها مذاق حلو كده اكتر من اللي بتتعمل بزيت كمان. فبصراحه بقى لي كم مره بقيت اعملها بصراحه بالسمنه يعني. فان شاء الله خير باذن الله وتطلع حلوه هتعجبك. هاجر اختي بقى على طول مكسوف، يا بنت اتكلمي تقعد تضحك. انا مكسوف؟ مكسوفه مين؟ ده المفروض اصلا اليوتيوب ده بقى زي خالتي زي عمتي زي عمي. تعرفوا يا جماعه لما بعمل لايف على الفيسبوك ببقى مكسوفه ومش عارفه اخد راحتي في الكلام، وقلت توبه ومش هعمل تاني. طلعت مرتين على التيك توك والحمد لله الحساب اتقفل الحمد لله، لان بنتي نور عملت له خروج من الحساب كله، فما بقاش لي حساب على التيك توك. عادي يعني، احنا لسه فيها ممكن اعمل حساب تاني عادي يعني. بس انا يا جماعه مش من هواة لا تيك توك ولا فيسبوك، انا مش عارفه امشي غير في اليوتيوب. فعايزه وقفتكم معايا بجد، عايزه مشاهدات ان شاء الله ربنا يكرمني فيها معاكم، وان شاء الله يكون اللي جاي خير ان شاء الله باذن الله. عشان يا جماعه والله بجد انا قناتي دي مصدر رزق ليا ولاولادي قسما بالله. فانا اتمنى ان القناه تكبر كده وتبقى زي العسل ان شاء الله. ومحدش بيكبر لوحده، انا كده عشان اكبر اكيد هكبر بيكم. فانا اتمنى وقفتكم معايا. هاجر بقى هنا قالت لي علميني، قلت لها حطي البيض على السمنه، على السكر، على اللبن، على الفانيليا، واضربيهم كلهم في الخلاط والسكر وكده. تمام، قلت لها تمام. طب نحط هنا ايه؟ قلت لها هتحطي هنا 3 مجات من اللي انت شايفاهم دول، لان المجات دي المج ده اصغر من اللي احنا معايرين بيه اللبن والايه اللبن يعني وكده، اللبن والسمنه. فقلت لها حطي 3 مج من ده اصغر. قالت لي تمام. هنحط معلقه خل عشان تخلي الكيكه هشه وجميله ولونها من جوه ابيض. قسما بالله كانت كيكه من جوه اللي يشوفها يحلف. شفتوا عارفين يا جماعه الكيكات اللي هي بتيجي في اليوتيوب حاطينها الصورة ديت، وان هي عالية ومن تحت لون ومن فوق لون ومن نص بيضة كده؟ هي كانت الكيكة دي كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة كانت عجباني بأمانة كانت عجباني. الحمد لله يا رب الحمد لله. حتى محمد اخويا لما دقها قال لي تسلم ايديك يا شيرين، تسلم ايديك. عايزه اقول لكم هنا لا زودت سن الدقيق ولا قللت سن ولا عملت اي حاجه، قسما بالله هي طلع المقدار كده. فبقول لها هاجر اختي اضربي هاجر مش قادره. هيجي دلوقتي يا اسامه يقول لها طب هاتي طب ما اضربها بدرك عشان تتعبان. المهم تقول لي يا عم اسامه انا مش قادره. بص بص اهو شايفين. عايزه اقول لكم ان ابو احمد هو اللي مربي هاجر ومحمد. يعني هو داخل بيتنا، ومحمد كان عنده 8 سنين وهاجر كانت 9 شهور. فاهمين ازاي؟ فهو بالنسبه له إن دول عياله، يعني هما بالنسبه له دول عياله زي ما انا بعتبرهم عيالي، هو بيعتبرهم عيال. عايزه اقول لكم ان ممكن هاجر اختي دي انا مش بعتبرها اختي، لان لو اعتبرتها اختي وخدت على عقل الاخوات صدقوني مش هكلمها ابدا. بس انا دايما بتعامل معاها ان هي زي ولادي وان هي عقل ولادي. هي طيبة وغلبانة. بس هاجر عيبها او مشكلتها يا عيني ان هي ممكن بتتخلق بسرعة يعني. يعني مش طولة البال شوية، انتوا فاهمين ازاي؟ بس ده طبعا انا عذراها لاني شالت هم بدري وشالت مسؤولية بدري وشالت البيت بصراحة. فانا والله اللي ربنا بيقدرني عليه ان انا اعلمه لها بعلمه لها.
فالحمد لله انا مش بزعل منها، انا بعتبرها زي عيالي. وانتوا عارفين برضو عيال الايام دي يا جماعه، انتوا بتوع الجيل بتاع التليفونات والحاجات دي كلها، اكيد يعني لازم يبقوا بالكم طويل عليهم شويه، لازم يبقوا بالكم طويل عليهم شويه. خدوا بالكم يا جماعه، انا بالي اطول من ابو احمد، يعني انتوا فاهمين ليه؟ لان انا ممكن اكون جيل قريب منهم عن ابو احمد. يعني جيل ابو احمد ممكن يكون ايه مش قريب من الجيل ده قوي، بحاول ان انا اقلمه بس مش عارفه، بس اوعدكم اني هحاول. المهم حبايب قلبي، انا هنا كده عايزه اعمل نص ابيض ونص كاكاو زي ما انتم شايفين. شيرين هو التليفون اللي تصويره كده، هو كده التليفون اللي معايا كده، لما تمسكيه في ايديكي تجيب الصوره كده، تحطيه في الستاند ما يبقاش فيه العلامات دي. طب انا اخد الستاند معايا في كل حته؟ اكيد لا. انتوا فاهمين ازاي؟ فده عيبه. يمكن انا كمان عايزه اغيره عشان الحته دي، نفسي اغيره بصراحه. بس شفت اسعار التليفونات اتجننت يعني. طب اسعار التليفونات فوق ال 11,000 جنيه التليفون، يعني ايه على قدك برضه، مش هقولك واو يعني. فوق ال 11,000. طب انت ال 11,000 دول، طب هتجيبي حاجات في البيت ولا هتجيبي التليفون في الغلا الفاحش اللي احنا فيه ده؟ اكيد انتوا كلكم عارفين، واكيد كل البيوت عارفه بالغلا اللي زاد الاسبوع ده كمان. يعني عايزه اقول لكم الله المستعان، ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، ربنا يعيننا على اللي احنا فيه ويقدرنا على اللي احنا فيه يا رب. وعايزه اقول لكم كمان باركوا لاحمد ابني، الحمد لله احمد نجح وجاب درجات حلوه، والحمد لله. انا كنت حاسه ان تعبان مش هيروح، انا كنت حاسه ان ربنا ان شاء الله يكتب لي خير في اللي انا بعمله، لان ربنا عالم بيا وعالم انا تعبت عشان عيالي دول قد ايه، وعالم انا استحملت عشانهم قد ايه. وانا حاسه ان ربنا هيكرمني فيهم كمان وكمان ان شاء الله، و... وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. باركوا كلكم يا جماعه لاحمد تانية ثانوي علم علوم، عقبال يا رب السنه الجايه وتباركوا له كده يا رب، وانا معاكم ان شاء الله، ونكون كده كلنا في خير، وينصر فلسطين وينصر السودان وينصر كل العالم اجمع يا رب العالمين. دي بقى الكيكه بعد ما طلعت كده، شايفين؟ بص يا جماعه انا دلوقتي، بص انا فرحانه بيها قوي، خدوا بالكم. يا جماعه انتوا تشوفوها تقولوا دي مش عاليه، هي عاليه وارتفاعها مناسب وجميل. وانا مش عارفه بقى احنا مصورين وهاجر اختي بتقطعها ولا ايه، الله اعلم. مش عارفه انا مصوره وهاجر بتقطعها او ده هاجر صورت من تليفونها، هي صورت من تليفون. بصوا انا هنا بقى بقول لكم يلا يا جماعه، دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله.